الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من حديث الساعة. اليوم رسالة هامة جدا إلى السادة رؤساء الأحزاب، إلى السادة النواب، إلى السيد وزير الكهرباء والطاقة. معالي السيد وزير الكهرباء والطاقة، شركة الكهرباء تتلاعب بالمواطنين. المشكلة اللي وصلتني، واحد ركب كهرباء، عدادات كهرباء في منزله أثناء تشطيب المبنى، أثناء تشطيب منزله، بحجة قالوا له إن ما ينفعش يركب عداد إلا لما تكون عامل ممارسة. عمل الممارسة ودفع الممارسة ودفع 28,000 جنيه أو 30,000 جنيه مقايسات، والناس جم قايسهم والناس جم عملهم، وبالتالي ركب العدادات. عدادات ذكية، عدادات كارت، عدادات سيستم، زي ما السيد رئيس الجمهورية وعد الناس إن كل حاجة هتبقى سيستم كمبيوتر عشان ما يبقاش فيها تلاعب. جميل جدا. الراجل ركب عدادات كهرباء بكارت ذكي بيشحنه. الكلام ده سنة 2020، النهارده احنا في 2015. فوجئ ان العدادات عليها مديونيات بيقولوا له من ايام الممارسه. طب المديونيات ديت عشان اصفيها كام يا معالي الوزير؟ قال له 56,000 جنيه. فيهم عداد جايب مديونيات 21,500 جنيه. ده لو كان فاتح مصنع دهب في بيتهم مش هيجيب الرقم ده، مع ان المواطن بيشحن اول باول. المواطن عمل مصالحة مع الدولة ودفع للدولة فلوس في المنزل الكائن الموجود اللي فيه العداد، ومع ذلك برضو المواطن ملتزم ودفع للدولة اللي طلبته منه. ليه بنتلاعب بالسيستم؟ ليه بنتلاعب مع المواطن وبنزهق المواطن في الحكومة، وبنزهق المواطن في أعضاء الحكومة، وبنزهق المواطن في الشارع، وبنزهق المواطن في كل حتة، ونرجع نقول الشعب يتحمل معانا. الشعب بيستحمل يا معالي الوزير، بس لغاية امتى؟ السؤال عند معاليك، لغاية امتى لما واحد يبقى مركب عدادات كارت وبيشحن الكارت ويفاجئ ان عليه مديونيات 21,500 جنيه في عداد واحد؟ هو عنده في بيته 4 عدادات ل4 أسر. يعني أنا بشيل عن الدولة عبء كبير وهم ولادي، وبسكنهم عندي، مش بخليهم يطالبوا وزير الإسكان بإسكان ليهم. وعملت وصرفت ودفعت للدولة حقها في المصالحات في كل حتة. شركة الكهرباء نفسها قالت له عايزين مقايسة، المقايسة عملت 30,000 جنيه، العداد عمل مبلغ، كل ده هو دفعه. ليه بنرجع نقول له انت عليك مبلغ من ايام الممارسة؟ الممارسة دي كانت سنة 2020، احنا النهاردة في 2025. ازاي؟ يعني السيستم كان غافل كل السنين دي، 15 سنة كان غافلهم، 10 سنين كان السيستم نايم فيهم، ودلوقتي صح السيستم وفوجئوا ان هو عليه في عداد واحد 21,500 جنيه. ده بأنهي تقدير؟ ويوجد عداد زيه وفي نفس الكيان، في نفس البيت، بنفس اسم صاحب العداد، عليه 3,300 جنيه. طب اشمعنى؟ طب الفرق ده جه منين؟ انا عايز حد من مكتب معالي وزير الكهرباء يطلع يفسر لنا اللي بيحصل من السيستم، لان احنا قلنا دي كروت ذكية هتشحن هتاخد خدمة. طب الراجل بيشحن بياخد بيها خدمة، النهاردة ازاي بقى عليه مديونيات 21,000 في عداد، وعداد تاني 3,300 جنيه؟ معالي الوزير محتاج رد سريع
شركة جنوب الدلتا فيها مشاكل عديدة جدا. الحلقة القادمة بالمستندات، الحلقة القادمة بالمستندات هنقدم لمعاليك كل تفصيلة وكل لحظة بدقة وبمستند. مستنيين رد معاليك أو رد من شركة الكهرباء جنوب الدلتا.